قررت خلاص اني اتطلق، مش قادره اعيش معاه، خلصنا لو سمحت يا حضره القاضي. بيحكي قاضي عن قضيه طلاق ما بين زوجين، والزوجه هي اللي طلبت الطلاق. بيقول الجلسه الاولى اجلت القضيه لاجل بعيد عشان اسيب مجال للصلح، فاجتمعت الخصومه في الجلسه اللي بعديها، فسالهم القاضي لو كانوا اتراجعوا عن الطلاق، فاكد الطرفين انهم عايزين ينهوا خلاص. فبيقول القاضي اجلت الجلسه كمان وهم في غايه الانزعاج لانهم عايزين ينهوا حياتهم الزوجيه. وبيقول رغم تذمرهم الا اني اجلت الجلسه كذا مره. وجاء ميعاد الجلسه، طلبت من الراجل انه يقعد على الكرسي وترابيزه ويكتب في ورقه 10 حسنات لمراته، بس حسنات. وقلت لهم انا مش هقرا اللي انتوا بتكتبوه، فاكتبوا براحتكم بدون خجل. بعد ما الزوج خلص كتابه طلبت من الزوجه تقرا في سرها. بدات الزوجه تقرا وتبص في عينين جوزها والابتسامه بدات تظهر، وكل ما تقرا كل ما الابتسامة بتزيد أكتر. تبص مرة في عينه بجرأة ومرة تانية تبص بخجل، وجوزها باصص لها والابتسامة برضو على وشه. جاء دور الزوجة بقى تكتب 10 حسنات، ولما خلصت كتابة جوزها مسك الورقة، الابتسامة بدأت تظهر. بيقول القاضي ما كانش فيه غيرنا في القاعة كلها، فقلت أخرج دقيقتين، ولما رجعت سمعت همس في عتاب وفي حب. طلبت منهم ان هما ما يتكلموش معايا ويخرجوا سوا، وقلت للزوج يا سلام لو عزمتها على الغدا وبكره ترجعوا لي وهنطق بالحكم اللي انتم عايزينه. فوافقوا. رجعوا تاني يوم للقاضي وايديهم متشابكين في بعض وعلى وشهم ابتسامه. فقلت لهم ها هتتطلقوا؟ فقالوا في نفس واحد لا احنا رجعنا لبعض امبارح ومشاكلنا كلها اتحلت بعد ما افتكرنا الحب اللي كان بينا. بيقول القاضي انا لحد دلوقتي معرفش هما كتبوا لبعض ايه، بس في الحقيقة كلنا محتاجين قاضي زي ده في مجتمعنا ده. الصلح بلمحة. بص لحسنات مراتك وانتي بصي لحسنات جوزك، وبصوا لحسنات اصحابكم واخواتكم والكل اللي حواليكم، هتصبح الحياة اجمل. وبس كده، كان معكم بسمة مجدي، اشوفكم على خير.